في حد بيسأل بيقول ازاي اخد فيتامين د بمرة واحدة. طيب خليني اقول لك ان فيتامين د انت بتاخده من الشمس، فلو انت ما بتتعرضش للشمس كتير او انت قاعد في بلد الشمس مش بتطلع فيها بكمية كفاية اثناء اليوم زي اوروبا مثلا، فانت ممكن تاخد مكمل غذائي. بس قبل ما نحدد الكميه اللي انت المفروض تاخدها لازم تعمل تحليل فيتامين د علشان نبدا نشوف النقص اللي عندك من فيتامين د قد ايه، ونبدا نعوضه عن طريق المكملات الغذائيه. طيب خليني اقول لك انت ممكن نقول مثلا احتياجاتك هتبقى من 1000 ل 5000 وحده في اليوم، وده بيختلف على حسب النسبه بتاعت فيتامين د في التحليل اللي انت هتعمله. طيب تاخد بقى فيتامين د ازاي؟ ايه اسهل طريقه؟ انا واحد من الناس باخده عن طريق الفم مره واحده في الشهر، بس انا باخد 200 الف وحده مره واحده. دي حقن، يا اما ممكن تاخدها موضعي يا اما ممكن تاخدها عن طريق الفم. هتاخدها مع ايه؟ هتاخدها مع علبه زبادي زي ما انت شايف كده. تروح كاسر الامبول بالوضع ده، هتروح فاتح علبه الزبادي بالشكل ده، وتروح جايب الامبول وتروح مفضيه. ايوه، طبعا يا جماعه ده صحي ما فيهوش اي حاجه، ده على حسب احتياجاتك. في تركيزات مختلفه، ممكن تلاقي في ال10000 وفي ال50000 وفي ال100000 وفي ال200000 وفي ال300000. ماشي، فعلى حسب احتياجاتك انت بتبدا ايه تاخد فيتامين د، وده بيختلف من واحد للتاني. يعني انت مثلا لو عندك نقص في فيتامين د ومحتاج تاخد مثلا 50000، فانت عندك في الصيدليه هتلاقيها امبولات بتتباع 50000 ايو. هتروح برضو جايب علبه الزبادي، فاتح الامبول، حاطط مقلب، بعد كده تروح واكل. الحاجه التانيه انت ممكن تاخد 200000، سواء برضو نفس الكلام، او ان انت ممكن تاخدها موضعي. لو انت بقى سنك كبير جدا وعندك نقص حاد في فيتامين د، فانت ممكن تاخد 300000، ودي تبقى لفتره معينه، مش بتفضل مستمر عليها على طول. وبس كده.